بسم الله الرحمن الرحيم. آه إن شاء الله برعاية إيزي فوركس هنشرح أو هندي كورس كامل عن الفوركس للناس المبتدئين أو اللي لسه مش فاهمين الفوركس إيه وإزاي نربح منه وإيه المجال اللي الناس عملت منه الأرباح دي كلها. تمام. إن شاء الله هناخد في الكورس ما هو الفوركس، وهنعرف يعني إيه فوركس، شرعية التداول في الفوركس، آلية تحرك السوق، يعني ايه السوق بيتحرك ازاي، مين اللي بيحركه، مين الأطراف اللي بتتحكم في السوق، ازاي السعر بتتحرك تنزل أو تطلع، والعملة بتقوى ازاي وبتضعف ازاي، كيفية المتاجرة، ازاي أنا نتاجر، ازاي اصطاد الفرص، آه، من أين تأتي تزاور الأموال، يعني الأموال اللي احنا بنودعها أو بنسحبها مين، بتيجي منين وبتروح فين. شرح منصة الميتا تريدر، وده شيء مهم جدا لأن المنصة دي كل الناس بتحلل عليها السوق وبتعرف السعر نازل أو طالع ازاي، ودي إن شاء الله هيبقى ليها قسم كبير في الشرح معانا. آه، إدارة رأس المال، ودي برضو أهم حاجة في التريدنج، لازم يكون عندك إدارة رأس مال حكيمة عشان تعرف يكون نفسك أطول من السوق، وإن شاء الله هنشرحها بشكل مستفيض. تعلم فنون التحليل الفني والتحليل الأساسي، لأن دول السلاحين بتوعنا ضد تقلبات السوق، وهنعرف بيهم ازاي، هنعرف السعر طالع أو نازل، لازم نربط بينهم دايما. كيفية صناعة الفرص، يعني بعد ما نعرف ده كله لازم نتعلم ازاي نستخدم الأسلحة دي، ونعرف ازاي نصنع الفرصة، وازاي نتصيد السوق عشان نعرف نعمل أرباح كويسة إن شاء الله. كيفية اختيار البروكر المناسب، الشركة المناسبة اللي نتاجر معاها، آه، ايه مواصفاتها. تعريف مفهوم الرافعة المالية، ناس كتير هتسأل ايه الرافعة المالية وايه مفهومها وشغالة ازاي وشرعيتها، ان شاء الله نشرحها بشكل مستفيض. نبدأ ان شاء الله. ما هو الفوركس؟ كلمة فوركس معناها بالانجليش فوريجن اكسشينج، يعني تبادل العملات او تداول العملات. آه، في الفوركس مفيش حاجة زي الأسهم مثلا إنك لازم تشتري بس عشان تكسب، تستنى السعر يطلع بس. لا، الفوركس ممكن لو عارف إن السعر هينزل تبيع وتكسب، ممكن تشتري وتكسب. في الفوركس مفيش حاجة اسمها إن أنا أشتري سهم، لا، أنت بتشتري زوج قصاد زوج، عملة قصاد عملة. يعني لما بقول مثلا بشتري اليورو دولار، معناها إن أنا هشتري اليورو وأبيع الدولار. أوكي، يعني أنا معايا دولارات هبيعها وأشتري اليورو، متوقعا إن سعر اليورو هيطلع قصاد الدولار كمان فترة، فأقدر بعد كده بعد ما يطلع إن أنا أبدلهم. بعد يعني مثلا اشترينا اليورو، كان سعر اليورو قصاد الدولار ولنقل مثلا واحد، بعد ما اشترينا اليورو وبعنا الدولار اللي معانا، سعر اليورو قصاد الدولار صعد، بقى قيمة اليورو الواحد يساوي 3 دولار بدل ما كان بيساوي واحد بس مثلا. فاحنا هنا كسبنا 2 دولار مثلا، بس مش هتبقى 2 دولار بس، انت مثلا بتشتري بكميات. يعني ما بتشتري، احنا بنشتري الواحد دوت بنشتري منه بكميات، بدل ما بنشتري مثلا يورو واحد، لا احنا بنشتري مثلا 10 آلاف يورو أو 20 ألف أو 30 ألف، بالتالي بتضرب ال30 ألف في ال2 دولار ربح بتوعك، بيعمل لك 60 ألف دولار ربح وأكتر، حسب اللي انت الكمية اللي انت شاريها. تمام. العكس، لو انت عارف ان سعر